بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معلقكم الرياضي حسام الرفاعي. في بداية التعليق أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للتعليق على المباراة المرتقبة بالنسبة للنادي الأهلي من كأس العالم للأندية أمام خصمه العنيد أوكلاند سيتي، هو الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية منذ بداية هذا البطولة عام 2000. الآن أوكلاند سيتي هو الأكثر مشاركة ب10 مرات، أما النادي الأهلي ب8 مرات، وهذا المشاركة رقم 11 بالنسبة لأوكلاند سيتي، وأما بالنادي الأهلي رقم 9. أتمنى كل التمنى والتمنى لله أن يكون النادي الأهلي في تمام قوته ويلعب بالكرة الأكثر سرعة أمام أوكلاند سيتي. بطولة كأس العالم للأندية هي بطولة بدأت سنة 2000. الأكثر تتويجا بهذه البطولة هو نادي ريال مدريد 4 مرات في كل مكان وفي كل بطولة، هو الأكثر تتويجا. النادي الملكي أكثر الأندية يفوز بالبطولات القارية 26 بطولة، أما النادي الأهلي 24 بطولة قارية، ولكن النادي الأهلي هو بالبطولات المحلية هو الأكثر تتويجا على مدار التاريخ 143 بطولة. أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيرة الذاتية أو الأوتوبيوغرافي بالنسبة لنادي أوكلاند سيتي. نادي تأسس عام 2004 بمدينة أوكلاند سيتي النيوزيلندية. فاز وحصل على الدوري الممتاز. آخر ترتيب بالنسبة لنادي أوكلاند سيتي 10 مرات يا مان، فاز 10 مرات بالنسبة بالدوري النيوزيلندي، لا فاز 8 مرات. اما بدوري دوري الابطال بالنسبه لقاره استراليا 10 مرات، اما بالكاس الخيريه 7 مرات. افضل ترتيب عالمي كان سنة 2014 بالمغرب، ترتيبه المركز الثالث، وهذا كل إمكانيات بالنسبة لنادي أوكلاند سيتي. أما النادي الأهلي نادي كبير دون أي كلام، نادي تأسس عام 1907 ببطولاته وبإنجازاته. رئيس النادي الكابتن الكبير محمود الخطيب هو الأكثر تتويجا بالهداف الدوري، هداف النادي الأهلي 157 هدف، والأكثر مشاركة كابتن حسام عاشور ب 471 مباراة. أما هو الاسم المشهور المارد الأحمر في مصفور نادي القرن الأفريقي، حصل على الدوري المصري 42 مرة، كاس مصر 37 مرة، كاس السوبر المصري 12 مرة. أنا هتعب في تعدد الأرقام، ف10 مرات بطولة أفريقيا. الملك المتوج في عرينا رئيس الكتيبة اليوم هو كولر. أتمنى كل التمني على الله أن تكون مباراة تليق باسم الكرة الأفريقية، وبطل توج أفضل ترتيب بالنسبة للنادي الأهلي. وصل الترتيب المركز الثالث مرتين من 8 مشاركات بالنسبة لكأس العالم، وهذا النسخة رقم 19 بالنسبة لكأس العالم للأندية. أتمنى كل التمنى على الله أن تكون مباراة تليق باسم الكرة الأفريقية، ونشرف الكرة العالمية. ووصولنا للمباراة القادمة بالنسبة لملاقاة ريال مدريد، أتمنى أن نلعب أمام ريال مدريد، ولكن في النهاية في العبرة بالخواتيم يا كابتن كولر. المواجهة بتاعت أوكلاند سيتي ستكون مباراة صعبة للغاية، فريق متمرس في هذا البطولة ويحب أرض المغرب، لأن أفضل ترتيب وصل له في أرض المغرب في 2014، وهذا العام عام 2023 المغرب موجودين في أرض المغرب. أتمنى كل التمني وجود كولر بكتيبة الصعقة المصرية، نجوم الأبطال من الشناوي لأفضل المهاجمين لمحمد شريف لأفشة لديانج لأساطير الكرة الأفريقية وأساطير الكرة المصرية. وفي الأخير أبدأ بنهاية الكلام بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.